5 وحوش مفترسة مستحيل تخسر أي معركة. نبدأ برقم 1، الحوت القاتل أوركا. أذكى وأشرس مفترس في المحيطات، يعتمد على التخطيط والعمل الجماعي في الصيد، وقادر على اصطياد فرائس أكبر منه في الحجم. ده غير إنه بيهاجم أسماك القرش والحيتان، وصعب جدا يخسر أي مواجهة بحرية. 2، الدب القطبي، واللي بيعتبر أضخم وأقوى مفترس بري حاليا. بيمتلك عضلات هائلة ومخالب حادة جدا بتساعده في السيطرة الكاملة على فريسته، وفي بيئته القاسية مفيش حيوان يقدر يجاريه في القوة. 3، التمساح النيلي، حيوان شرس جدا بيمتلك اقوى عضة في عالم الحيوان. هجومه المفاجئ من تحت الماء ما بيديش اي فرصة لهروب الفريسة، وسيطرته الكاملة على منطقته بتخليه مفترس لا يهزم تقريبا. 4، القرش الابيض الكبير، مفترس قوي وشرس جدا بيعتمد على السرعة والهجوم المفاجئ. عضته قاتلة وقادرة على شل او قتل الفريسة من الضربة الاولى، عشان كده صعب جدا يخسر اي مواجهة في البحار المفتوحة. 5، النمر، صياد صامت بيعتمد على التخفي والمباغتة في الهجوم. قوته الجسدية وسرعته الهائلة بتحسم اي معركة خلال ثواني، لانه بيختار معاركه بذكاء، عشان كده خسارته نادرة جدا في البرية. ودلوقتي تعالوا نصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام.